السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، ومرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحشتوني، وفعلا والله وأنا جاي درس يوم الثلاث بحس ورب الكعبة كأني رايح لصلة رحم، بحس إن أنا جاي لوسط أهلي وناسي، وفعلا أنتوا أهلي وناسي وعيلتي وأسرتي وعزي، وربنا يجمعنا على الخير دايما يا رب العالمين، ويجعلنا دايما كده نذكر بعض بالله ونقعد مع بعض في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتكم أجمعين، وأن يبيض وجوهنا بهذه الجلسة المباركة في ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، بنخبط فتح لنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وجهه أجمل وأبهى وأضوأ من القمر صلى الله عليه وسلم. ودخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولقينا النبي بيكلم الصحابة وبيقول لهم موضوع يفتح باب الأمل. قاعد يوصف لهم أرض المحشر، بس قبل ما نخش اوعى تنسى التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قاعد يكلمهم عن أرض المحشر وعن أهوال يوم القيامة وأفراح يوم القيامة. طبعا يوم القيامة ما كلوش أهوال وبس، لا، أفراح وأطراح في يوم القيامة. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الأفراح والأنوار يوم القيامة، اللهم آمين يا رب العالمين. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قاعد وسط الصحابة علشان يعلق قلوبهم بالآخرة، وعشان القلوب دي ما تتعلقش بالدنيا، يبقى هي دنيا وبس وفلوس وبس وسلطة وبس لا، لازم يكون في حاجة في قلوبنا بتفكرنا دايما بيوم. اليوم دوت هو أجمل يوم في عمرنا، يوم أن نلقى حبيبنا جل وعلا. فيوم القيامة هو أجمل يوم في نظري، لأن هو اليوم اللي هنشوف فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم على الحوض، وهو اليوم اللي هننظر فيه إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى. يوم في غاية الروعة. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما، ويجعل اليوم ده أحلى يوم في حياتنا. فالنبي بيفكرهم وبيقول لهم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين. وهجمع لك بين الأحاديث كلها في حديث واحد كده: والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، سبحان الله. ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. فالنبي لقى الصحابة ابتدت يعني جلودهم كده تقشعر، وابتدت قلوبهم تشعر بخوف شديد جدا. يقوم فتح لهم باب الأمل، ويروح قايل لهم صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أتدرون بما ذلك؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروح يحكي لهم قصة الشفاعة. ولذلك درس الليلة دي بعنوان كيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين بشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبنا بعد ما بدأ يذكر لهم كل ده، احنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن النبي ونعمة الأمل، والحمد لله رب العالمين، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما. لما تكلمنا عن النبي ونعمة الأمل جت إيميلات عظيمة جدا وجميلة ورسائل ما شاء الله زي الفل على الموبايل، ناس بتقول الحمد لله جددت الأمل في قلوبنا. الحمد لله في أمل، طبعا في أمل، ما دام في رب سبحانه وتعالى رحيم كريم ودود شكور، أكيد في أمل. لو إنسان مذنب بيبقى في أمل لأنه هيتوب وربنا هيقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات. لو فقير في أمل إنه يغتني، لو مش في الدنيا يبقى في الآخرة. لو إنسان مريض إن شاء الله في أمل إنه ربنا يشفيه. في أمل في كل حاجة إن شاء الله. ربنا يا رب لا يقطع عنا ولا عنكم الأمل أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر لهم أحوال يوم القيامة، بدأ يذكرهم بأن في نعمة كبيرة أو جليلة ربنا أذن فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى نعمة الشفاعة. إن ربنا يأذن لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بالشفاعة. فراح النبي حكي لهم قصة الشفاعة. وقصة الشفاعة هقولها لكم كده بكل بساطة، لأني بتعمد إني أتبسط قوي في الأسلوب عشان أمهاتي الغاليين اللي قاعدين قدامي، اللي في يوم من الأيام قلت لما ماتت الله يرحمها رحمة واسعة، قلت يا رب إن كنت حرمتني من أمي فاجعل كل أم من أمهات المسلمين أم ليا. وربنا حقق لي الرغبة ديت وأكرمني بالنعمة ديت.
فكل إنسان بقابله يقول لي أمي بتدعي لك. قلت له الحمد لله، يعني أنا فقدت دعوة واحدة فوجدت ملايين الدعوات من أمهاتي الغاليين اللي قاعدين قدامنا، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. فاللي حاصل إن النبي بيحكي لهم إن الناس يوم القيامة في كرب، والكرب طال قوي. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيحكي لنا عن يوم القيامة، شوف الأول الآية بتقول إيه؟ بتقول سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، اللي هو يوم القيامة، كان مقداره 50,000 سنة. يا الله، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم صعب قوي وفي نفس الوقت يوم جميل قوي. ازاي نجمع بين انه صعب وانه جميل؟ صعب على ناس وجميل على ناس. ربنا يجعلنا واياكم من فعلا الناس اللي هتتمتع يوم القيامه، اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن، الناس اللي هيكونوا على حوض النبي بيشربوا من ايد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الناس اللي هياخدوا الصحائف بتاعتهم بيمينهم، الناس اللي هيقفوا بين ايدين ربنا يقول له خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه، الناس اللي هيعدوا على الصراط بسرعه يعني كلمح البصر، الناس اللي هيعدوا على القنطرة ويوصلوا لباب الجنة ويستنوا حبيبنا صلى الله عليه وسلم لحد ما يفتح لهم باب الجنة. يا رب اجعلنا منهم يا رب العالمين. شاهد في موضوع الناس واقفة في أرض المحشر حفاة حفيانين عراة عريانين كما ولدتهم أمهاتهم. أمنا عائشة صاحبة القلب الحيي بتقول له يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، معقولة الرجالة واقفين جنب النساء عريانين؟ فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. سبحان الله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه. ليه يا ربي؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني سبحان الله، الواحد يشوف أمه حبيبته يجري منها، هيجري منها. لو قالت له يا ابني حسنة واحدة أخش بها الجنة، يقول لها ما أقدرش. لو أمه لو أبوه لو أخوه لزوجته بناته ولاده، الكل بيفر من الكل. ده الأنبياء اللي هم الأنبياء اللي هم أصحاب أطهر قلوب على وجه الأرض، كل واحد فيهم يوم القيامة يا جماعة، وركزوا في الحتة ديت، كل واحد يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غير، أنا مش عايز النهارده غير نفسي. ما قالش نفسي وأولادي، نفسي وزوجتي، نفسي وأبويا وأمي، لا، نفسي نفسي بس، وبيأكدها بكلمة نفسي نفسي، أنا مش عايز غير نفسي. ده الأنبياء، أمال إحنا نعمل إيه؟ فالكل بيفر من الكل والكل بيتبرأ من الكل. وده درس لينا عشان نتعلم ان احنا لما نكون بنعتز بأي انسان وبنعمل معصية علشان نرضيه، الكل هيفر من الكل، وكل انسان هيتبرأ من اللي كان بيتبعه على باطل، وكل انسان هيتبرأ من اللي كان بيتبعه وبيساعده على الظلم، الكل هيتبرأ من الكل. خدت بالك؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا صنف واحد، إلا المتقين. ربنا يجعلنا وإياكم من المتقين. فشوف في المشهد العجيب دوت، اليوم 50,000 سنة، لكن أبشر أيها الموحد بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث يعني في غاية الروعة، رواه الحاكم بسند صحيح، إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة، احفظ معايا الحديث ده، يوم القيامة، حديث بسيط قوي، يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، حوالي 3 ساعات. 3 ساعات، وفي ناس تانية واقفة في الكرب دوت 50,000 سنة. 50,000 سنة واقفين حافيين عريانين، لا طعام ولا شراب. كما قال ابن مسعود يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا وأظمأ ما كانوا، عطشانين جدا وجعانين جدا وعريانين جدا وتعبانين جدا، وبعدين يبحثوا عن طب شوية ظل، ده الشمس فوق الرؤوس كمقدار ميل، ده هي الآن على بعد 93,000 مليون ميل وهنموت من الحر. فتخيل لما تكون كمقدار ميل ومفيش شجرة واقفين تحتها ومفيش مكيف ومفيش الساحل الشمالي ومفيش مارينا ومفيش، احنا واقفين في أرض فضاء، أرض ملساء بيضاء لم يرتكب عليها ذنب ولم يسفك عليها دم. أرض المحشر، أرض العدل، لا ظلم اليوم، مفيش ظلم، كل واحد هياخد حقه تالت ومتلت. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والناس واقفين، العرق عمال يفيض
والعرق ده ليه سمة تختلف عن عرق الدنيا. العرق ده عرق ذنوب مختلط بتراب القبر اللي هم لسه طالعين منه، فعرق الذنوب بيختلط مع تراب القبر بيعمل ريحة صعبة قوي، والاتنين عمالين يرتفعوا على قد ذنوب كل عبد. الكل لازق في جنب التاني، يعني كله الناس كلها لحمة واحدة لازقين في بعض كلهم، ورغم ذلك كل واحد ياخد العرق على قد ذنوبه لوحده. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. الجاما يعني هنا مش هنا. الجمن هنا ليه؟ طب ليه مش هنا؟ أصل لو هنا هو مش هيشوف أهوال يوم القيامة، ولكن لازم يشوف. فالعرق يلجمه هنا. يعني إيه يلجمه؟ يعني يسكته، يعني ما يقدرش يقول من شدة الوجع اللي هو فيه، لأنه لو قال العرق هيخش جوه جوفه، فما يقدرش يقول يبقى تعبان والآه محروم منها. مع إن دي بتريح المريض وبتريح الموجوع وبتريح الإنسان التعبان، يتحرم من كلمة اللي بتريح الإنسان وبتخفف عنه. في عز كل ده الشمس تدنو فوق رؤوس، يؤتى بجهنم، ربنا يعافينا ويعافيكم، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، كل زمام من 70,000 فيه ايه؟ 70,000 ملك ماسكين السلسلة ديت. تخيل السلسلة ديت متكررة 70,000 مرة، مع كل سلسلة 70,000 ملك يجرون جهنم، فتكاد تتفلت منهم غيظا على المنافقين والكافرين والمجرمين. سبحانك يا رب، ليها زفير، حاجة عجيبة، حاجة رعب. تخيل حضرتك لو ان انسان شم رائحة النار من على بعد 500 عام يسقط لحم وجهه، لحم وشه يسقط على الارض من شدة الحر من على بعد 500 عام، 500 سنة. سبحانك يا رب. في عز الكرب ده كله الناس بيقولوا طب عايزين نشوف حل، احنا تعبنا محتاجين، لدرجة يعني سبحانك يا رب، سبحان الملك، يا رب ارحمنا يا رب في هذا اليوم. لدرجة ان بعض الناس، وده حاجة من اعجب ما قرأت، لدرجة ان الناس بيقولوا ايه؟ اللهم فض الموقف ولو الى نار جهنم. يا سبحان الله، حد منكم عارف النار؟ ربنا يعافينا ويعافيكم. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هي اوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي الان سوداء قاتمه. ويقول ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله وان كانت نار الدنيا لكافيه، يعني لو كنا هنتعذب في نار الدنيا ده كفايه قوي. قال ولكنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. في عز المأساة دي كلها يجتمع الناس، المسلم والكافر، خد بالك، مسلم وكافر، مسلم وكافر، يقولوا محتاجين نشوف حل، نروح لمين؟ فيجتمعوا على كلمة واحدة: وهل هناك أفضل من الأنبياء والمرسلين؟ هم دول أصحاب المقامات العالية، نروح عشان يشفعوا لنا. فيتجه أهل المحشر إلى آدم عليه السلام ويطلبوا منه أنه يشفع لهم. يشفع لهم في إيه؟ في دخول الجنة؟ لا، لسه الجنة دي ده حاجة بعيدة قوي، ده حلم بعيد قوي بالنسبة لكتير من اللي واقفين في أرض المحشر. لا، يشفع لنا في بدء الحساب، نتحاسب سواء هنخش جنة أو هنخش نار، بس يبدأ الحساب. فآدم عليه السلام يعتذر، يقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. ويدلهم روحوا لنوح عليه السلام يمكن يشفع لكم. يروح نوح عليه السلام يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد تعجلت دعوتي فدعوتها على قومي في الحياة الدنيا، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن. يروح لإبراهيم خليل الرحمن فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ثم ذكر كذباته الثلاث، وكذبات هنا ما كانتش كذب، لأن سيدنا إبراهيم يعني ده خليل الرحمن، لكنها كانت على سبيل المعاريض، وكلها كانت في الله وفي سبيل الله. مرة منهم لما حبوا يخرج لعيد من أعياد الأصنام بتاعتهم اللي بيعبدوها من دون الله، فقال إني سقيم، يعني إني سقيم مما أرى من عبادتكم لأحد من دون الله.
واخد بالك؟ والمرة الثانية لما ضرب الأصنام وكسرها وقال لهم بل فعلها كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والمرة الثالثة لما دخل أرض مصر وكان في جبار بياخد النساء وإلى غير ذلك، فقال لي أخت لزوجته سارة، قال لها أنت أختي في الإسلام، لأن هذا الملك كان يأخذ كل النساء إلا أخت الرجل، قال لها قولوا له أنت أختي فأنت أختي في الإسلام. دي كانت من باب المعارض وليست من باب الكذب. نفسي نفسي اذهبوا لغيري، اذهبوا إلى موسى. هيروحوا لسيدنا موسى، يا ترى إيه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء، ونسعد بنور نبي الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكل راح لسيدنا موسى عليه السلام. يا موسى ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، ولكن قال لكن أدلكم على التجارة الرابحة، اذهبوا إلى محمد بن عبد الله فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبي بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فالكل يروح للنبي يا صلى الله عليه وآله وسلم، آخر واحد يفكروا فيه في الدنيا وآخر واحد يطلبوا منه الشفاعة في الآخرة، وهو الوحيد اللي هيشفع لهم الشفاعة العامة، الشفاعة الكبيرة، الشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي تحمده من أجله جميع الخلائق. كانوا الكفار في الدنيا بيسبوه ويشتموه ويرسموه في كاريكاتير ويسخروا منه صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة ما فيش غيره هو اللي يشفع لهم. هيشفع مين؟ لكفار لكفار، هيشفع لمسلمين وكفار في شفاعة واحدة بس، اللي هي الشفاعة العظمى، اللي هي المقام المحمود، اللي هو بدء الحساب بين الخلائق. سبحان الله. ولما يبدأ الحساب تحمده جميع الخلائق، مسلم وكافر، كل المسلمين والكفار يحمدون النبي ويشكرون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان سبب في الشفاعة العامة والمقام المحمود في بدء الحساب يوم القيامة. سبحان الله. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون يا رسول الله ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فما يقولهمش لا مش هيحصل، مش انتوا نسيتوا سنتي في الدنيا، مش انتوا حاربتوني في الدنيا، مش انتوا أذيتوني، مش انتوا ثبتوني، مش انتوا تركتوا سنتي، مش انتوا. ما قالش كده، قال أنا لها أنا لها صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو صلى الله عليه وسلم اللي اتكلمنا عنه في حلقات النبي ونعمة العفو، هو اللي لما أهل مكة طردوه أذوه ضربوه وحاولوا يقتلوه ورجع قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. نفس العفو اللي كان في الدنيا هو نفس العفو اللي بيمارسه صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فيقول أنا له، فيقول أنا لها أنا لها، ويذهب إلى عرش الرحمن ويسجد لله سبحانه وتعالى ويخر ساجدا بين يدي الله، فيقول له جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا رب لقد وعدتني الشفاعة. فيقول أدخل من أمتك من الباب الأيمن من لا حساب عليهم وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. ارجع يا محمد أنا آتيكم فأقضي بينكم. الله، هو ده المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما تحمدك عليه كل الخلائق، مسلم وكافر، الكل يشكر ويحمد النبي صلى الله عليه وسلم على بدء الحساب وبدء الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم. ده المقام المحمود. لكن عايزين نقف وقفة حلوة قوي مع الحديث بتاع الشفاعة. النبي كان قاعد وسط الصحابة ذكرهم بالآخرة وبعدين فتح لهم باب الأمل وكلموا عن الشفاعة. في شفاعة يا ناس، في شفاعة إن شاء الله، وفي أمل كبير جدا ربنا يرحمنا إن شاء الله يوم القيامة وندخل الجنة. بس ما نتواكلش، ما نبقاش من أهل الإرجاء، ما نبقاش من أهل إن الله غفور رحيم وإحنا ليل ونهار بنرتع في المعاصي وبنبعد عن ربنا ولا نتبع سنة نبينا ونخالف نهج حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لا، إن قوم غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا بلا عمل وقالوا نحسن الظن وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هي دي المسألة. المؤمن يعمل يطيع ربنا ويخاف، والمنافق لا يعمل ويرجو
ما عمره ما بيصلي يقول لك الحمد لله ربنا غفور رحيم، طول ما احنا بنحب ربنا وبنحب الخير للناس الحمد لله احنا زي الفل. ده شغل مين؟ ده شغل مش واحد قلبه عمران فعلا بالحب لله سبحانه وتعالى. فدي الشفاعة العامة. شوف بقى الوقفة اللي عايز أقفها مع الحديث. قول الأنبياء إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في عز الغضب ده كله ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي. سبقت بس ممكن ما تغلبش، لا، يوم قال في الحديث الثاني القدسي يقول ورحمتي غلبت غضبي. والنبي يوسف يقول إن لله 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة في الدنيا يترحم بها الإنس والجن والطير والوحش، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن والدها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة رفع الرحمة إلى 99 رحمة حتى يتطاول إبليس ويظن أن رحمة الله ستسعه. يا سلام، من كتر ما إبليس شاف رحمات ربنا يوم القيامة رحمات هيظن يقول ما دام الرحمات بالمنظر ده أكيد أنا هخش إيه في وسط الرحمات، والناس اللي هتترحم ديت هخش وسطهم. من شدة الرحمات ده في عز ايه؟ ارجع لقول الانبياء ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. شفت قد ايه ربنا ودود، شفت قد ايه رحيم. في عز الغضب يعمل ده كله، امال في عز الرحمه يعمل ايه؟ واضح المعنى اللي عايز اقوله. وفي عز الغضب يأذن للنبي مش بشفاعة واحدة حبايبي، يأذن ب8 شفاعات. وهو ده موضوعنا. كم شفاعة؟ 8 شفاعات لحبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأولى اللي احنا لسه ذاكرينها دلوقتي اللي هي الشفاعة العامة، اللي هي الشفاعة في بدء الحساب، شفاعة يحمد عليها النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمن ومن الكافر. والشفاعة الثانية شفاعة أنا بعتبرها من أسعد أنواع الشفاعات، شفاعة النبي في أقوام أمر بهم إن هم يدخلوا النار فيشفع لهم، فبدل ما يخشوا النار يروحوا الجنة. عارف أنا بمثلها بإيه؟ سامحني يعني. واحد اتحكم عليه ب25 سنة مؤبد، فهو السجانين والعساكر ماسكينه ومكلبشينه واخدينه عشان يدخلوه من باب الزنزانة عشان يتسجن 25 سنة. مش هيشوف الشمس ولا الهواء ولا النور ولا يشوف زوجته ولا اولاده، هينقطع عن الدنيا لمدة 25 سنة. حس الإحساس ده، ربنا يعافيك يا رب العالمين. وجه وهو داخل من باب الزنزانة فجأة لقى واحد بينادي بالنار. استنوا، في ايه؟ قال صدر قرار من رئيس الجمهورية او من رئيس الوزراء او من اي واحد من كبار المسؤولين بالعفو العام عن هذا الرجل، ما يقضيش ولا يوم في السجن. حس بقى بفرحة الراجل ده، 25 سنة سجن داخلهم، فجأة قالوا له عفو عام، خلاص انت براء مع ألف سلامة، يلا روح لولادك ولزوجتك ولأصحابك ولحبايبك، عيش حياتك. شوف إحساسه عامل ازاي. ودي دنيا، وهو لو جوه السجن اهو قاعد بياكل وبيشرب ويعني اهو قاعد، ولو انه سجن بس هو قاعد وخلاص. انما التاني داخل نار يتعذب ويتبهدل ويتدمر، فيجي وهو داخل النار والملائكة مكلبشاه واخداه بتجره بالسلاسل، واول ما جت عند ابواب النار وهم 7 وداخله لسه على باب من ابواب النار، واذا بالملائكة تنادي اصبروا استنوا، رايحين فين؟ مدخلينه النار، ربنا امر ندخله النار. يوم الملائكة يقولوا للتانيين اللي واخدينه على النار ان الله عز وجل قد قبل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل، ادخلوه الجنة. الله. وبعد ما كان الراجل داخل النار منكس الرأس، وشه مسود وتعبان وبيموت وبيتقطع، وداخل النار هتقطع حتت، جلد هيسيح وعظم هيتهشم وجسم هيتدمر وكل حتة فيه هتتقطع بسبب النار. فجأة داخل الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شفت قد ايه النبي بيحبك؟ تعرف تحب النبي كده؟ امال ما بتصليش عليه ليه؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعرف تحب النبي كده؟ تعرفي تحب النبي كده؟ طب طالما بتحب النبي رافضه تلبسي حجاب ليه؟ ما دمت بتحب النبي، وما دمت انت بتحب النبي رافض تصلي لحد النهارده ليه؟ وما دمت انت بتحب النبي ما بتبص ايد والدتك ليه؟ لو والدتك قاعده جنبك، لو ابوك قاعد جنبك او امك، بالله عليك بوس ايديهم دلوقتي حالا في اثناء الحلقه، واشغل لسانك بذكر الله وصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. ده الشفاعه الثانيه، شفاعه النبي في اقوام امر بهم ان يدخلوا النار فيشفع لهم النبي. صعبان عليه أمته،
ده في يوم من الايام كان بيبكي، والحديث في الصحيحين، والنبي واقف عمال بيبكي بيبكي ويقول يا رب امتي امتي، عمال يتذكر قول سيدنا ابراهيم يعني وقول سيدنا عيسى في سبحان الله، قول سيدنا عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، وقول سيدنا ابراهيم رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. فقعد يبكي يقول يا رب امتي امتي. ينزل جبريل عليه السلام وربنا يقول له روح يا جبريل اذهب إلى محمد واسأله ما الذي يبكيك وهو أعلم سبحانه وتعالى. جبريل يسأله ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال أمتي يا جبريل. فيرجع يقول للمولى عز وجل يبكي من أجل أمتي، فيقول ارجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا، ما تخافش يا محمد صلى الله عليه وسلم، هنرضيك في أمتك. هو ده محمد، هو ده نبينا، هو ده رسولنا، هو ده حبيبنا، هو ده شفيعنا. ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه بيحبك، شفت قد ايه خايف عليك. سبحانك يا ربي، سبحانك يا رب، من اعظم نعم ربنا ان ارسل لنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم. يبقى دي شفاعة النبي الثانية، شفاعة النبي في اقوام امر بهم يدخلوا النار فيشفع لهم فيدخلون الجنة. الشفاعة الثالثة عظيمة قوي قوي، شفاعة النبي في اقوام اتساوت الحسنات بتاعتهم مع السيئات بتاعتهم، حسناتهم قد سيئاتهم، ناقص حسنة واحدة يا مسلم عايز يخش الجنة، بيقولوا له فاضل لك حسنة، حسنة واحدة تخش النار وسيئة واحدة تخش، حسنة واحدة تخش الجنة وسيئة واحدة تخش النار، فاضل لك حسنة. عشان كده بقول لك وانت عايش في الدنيا خلي هوايتك، انت عارف في ناس هوايتها العربيات، وفي ناس هوايتها الموتوسيكلات، وناس هوايتها جمع الطوابع، وناس هوايتها جمع العملة. انا كمسلم بقى هوايتي جمع الحسنات، انا صياد حسنات، هوايتي اجيب الحسنه من بق الاسد زي ما بيقولوا، يعني من اي مكان اقدر اجيب فيه حسنه اجيب حسنه. اقول لك على حسنات، اقعد طول ما انت بتسمعني في الحلقه ديت قول سبحان الله. اللي يسبح ربنا 100 مره ياخد 1000 حسنه او يتغفر له 1000 سيئه، والحديث رواه مسلم. ايه رايك؟ حاجه مضمونه ايه؟ يلا شغل لسانك كده وشغلي لسانك، يلا الكل لحد اخر حلقه نقضيها كلها سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مش هكلفك حاجه، ايه طول ما انت قاعد بتتفرج اهو سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اشغل لسانك يا مسلم بذكر ربنا سبحانه وتعالى، عمر قلبك بحب ربنا وبحب نبينا صلى الله عليه وسلم. ناس اتساوت حسناتهم مع سيئاتهم، زي ما سيدنا أنس بن مالك قال لبعض الصحابة ولكبار التابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، يعني من المهلكات. يا سلام، كأنه يتخيل إن الميزان نصب يوم القيامة وتساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، ناقص لك حسنة واحدة تخش بها الجنة. الحق نفسك، خلي دايما عندك حسنات احتياطي كتيرة، علشان لما تيجي يوم القيامة ممكن يقف دخولك الجنة على حسنة واحدة تخش بها الجنة، تسعد سعادة ما بعدها سعادة. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء فيدخلون الجنة. النوع الرابع من الشفاعة، شفاعة النبي في تخفيف العذاب عمن يستحق العذاب. والشفاعة دي أقرب مثال ليها شفاعة النبي في عمه أبي طالب. عمه أبو طالب يعني الدنيا كلها كانت تتمنى أنه يموت على الإيمان، لكنه مات مشركا، رغم أنه كان من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاه النبي كثيرا حد فراش الموت. والحديث في البخاري ومسلم، واحد يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. فأصدقاء السوء قاعدين حواليه، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل الاثنين قاعدين يقولوا له أترغب عن ملة الآباء والأجداد يا أبا طالب؟ فقل لا، هو على ملة عبد المطلب. ويموت، وقبل ما يموت يقول للنبي عليه السلام والله يا بني أو والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، لولا أن أنا خايف يعيروني بعد ما أموت أن أنا خرجت عن دين الآباء والأجداد كنت فعلا قلت كلمة التوحيد. ومات كافرا. ويجي العباس عم النبي عليه السلام ويقول له يا رسول الله لقد نفعك عمك كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ يقول لقد سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. يبقى شفاعة النبي عليه السلام في أقوام لكي يخفف عنهم العذاب، لكن يعني مش ما هيش شفاعة تخرجهم من النار، لا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لا تنفعهم في الخروج من النار، إنما تنفعهم في تخفيف العذاب. النوع الخامس شفاعة النبي في أهل الكبائر. ناس عملوا كبائر وماتوا قبل ما يتوبوا ولم يستحلوا فعل الكبيرة ولم ينكروا ذلك من شرع الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو غصب عنه بيقول لك أنا
غصب عني مش قادر اسيب شرب الخمر، غصب عني بفعل كذا، غصب عني، لكن والله العظيم انا حاسس بالذنب، ومات قبل ما يتوب. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الكبائر. حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول شفاعته لاهل الكبائر. تعال نشوف موضوع الشفاعه الخمسه ديت اخبارها ايه، ويا ترى مين اللي وافق عليها ومين اللي انكرها. ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة، بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وفي انتظار إن شاء الله إيميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل اللي جاي إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. وتعالوا نكمل موضوع الشفاعات. قلنا أول شفاعة الشفاعة العامة المقام المحمود، اللي هو شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن والكافر في بدء الحساب. الشفاعة الثانية لأقوام أمر بهم من المسلمين أن يدخلوا النار فيدخلهم الجنة. الشفاعة الثالثة ناس اتساوت من المسلمين، برضو بقية الشفاعات كلها للمسلمين على فكرة. أول شفاعة بس اللي هي الشفاعة العامة فقط للمؤمن والكافر اللي هي في بدء الحساب. كل الشفاعات الثانية للمسلمين فقط. الشفاعة الثالثة قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. الشفاعة الرابعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن يستحق العذاب، وضربنا مثال لكده عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. الشفاعة الخامسة شفاعة النبي في أهل الكبائر. ناس ارتكبت كبائر وماتوا قبل ما يتوبوا، وأهل الكبائر زي ما بيقولوا يا جماعة هم في مشيئة الله، فمن شاء الله عذبه ومن شاء الله رحمه. ولذلك حتى الإمام النووي نقل يعني قول العلماء في هذه المسألة في قول المولى عز وجل سبحانه وتعالى يعني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى قال ايه؟ قال فلو شاء الله ان يغفر لعبد بلا توبه لغفر له. لكن طبعا احنا ما نعرفش نفسنا حاجه زي كده، لازم نتوب بعد اي ذنب، والاصل ان احنا نبتعد عن الذنوب قدر استطاعتنا، لكن ما فيش حد معصوم، فان وقع العبد في ذنب فلا بد ان يتوب في التوبه واللحظه ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. طيب شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام في اهل الكبائر أنكرها الخوارج في أواخر عهد الصحابة، وأنكرها المعتزلة في أواخر عهد التابعين، وقالوا لا لا لا، أي واحد مرتكب كبيرة ما دام دخل النار مش هيخرج منها أبدا. والكلام ده طبعا كلام مردود عليهم، لأن هم كده أنكروا قول المولى عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. معقولة هنساوي بين واحد هو موحد وبيعبد ربنا لكنه وقع في كبائر وبين واحد تاني بيكفر بالله سبحانه وتعالى؟ معقولة نساوي بين ده وده؟ طبعا ده لا يمكن أبدا. فأهل الكبائر هم في مشيئة الله، إن شاء الله رحمهم وإن شاء الله عذبهم. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر ويذهب إلى عرش الرحمن ويسجد، يقول فأحمد الله بمحامد وثنى يعلمنيها الله عز وجل، ثم يقول له جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع واشفع تشفع، فيحد الله عز وجل له حدا، عدد معين. المولى عز وجل يحدد لحبيبنا صلى الله عليه وسلم عدد معين، يقول له ادخل فأخرجهم من النار إلى الجنة. شفت قد ايه النبي بيتعب عشان الأمة؟ سبحان الملك. أنا متخيل منظر النبي يوم القيامة في أرض المحشر واقف عند الحوض عشان يشرب المؤمنين، رايح عشان يشفع لواحد كان الراجل ده كان داخل النار، النبي راح يشفع له عشان يخش الجنة. واحد ثالث تساوت حسناته مع سيئاته، النبي راح يشفع له عشان يخش الجنة. واحد رابع النبي راح يخفف عشان ايه؟ راح يشفع له عشان يخفف عنه العذاب. واحد من اهل الكبائر مات ولم يتب، النبي يشفع له عشان يخش الجنة. واحد سادس النبي راح يشفع له عشان كذا. شفت قد ايه النبي تعبان عشاننا؟ تعب عشاننا كتير قوي في الدنيا، وتعذب وأوذي وطرد من مكة واتهم في عرضي، ودبرت 9 مؤامرات لقتلي، وكان بيدافع عن المسلمين دفاع مستميت، وكان بيخاف عليهم خوف لا تتخيلوا، واختبأ دعوته. شوف اختبأ دعوته حاجة كده ايه، عارف يعني، سامحني بعيد عن المثل ده، عارف الأم الحنون اللي جايه لاولادها ومخبيه لهم حاجه حلوه، قلت لهم جايبه لكم ايه؟ ومخبيها كده وفرحانه قوي انها جايبه لطفلها الصغير حاجه. سبحان الملك. شوف بقى حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع بعض المثل، سامحوني بس اصل اكتر واحده حنينه هي الام على طفلها الرضيع. والنبي نفسه لما حب يصور لنا صوره مقربه لرحمه المولى عز وجل قال الله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع. فالنبي شوف من رحمته مخبلنا الشفاعه، حاجه كده مخبيها لامته صلى الله عليه وسلم، ويجي يوم القيامه يقول لهم هي دي شفاعه اللي انا مخبيها لكم وحايشها عشانكم. شوف قد ايه تعب النبي، ويروح ويطلع ناس من النار ويدخلهم الجنة،
وما يكتفيش بكده ويروح تاني للعرش ويسجد للمولى عز وجل ويبكي بين يديه ويثني عليه ويحمده بمحامد وثنى لم يحمد أحد بها المولى عز وجل منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. ما حدش تعلم هذه المحامد والثناء التي أثنى بها النبي صلى الله عليه وسلم على ربه. يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع واشفع تشفع. فيحد الله عز وجل له حدا آخر، عدد معين تاني، يروح النبي مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما في الآخر خالص يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو من إيمان. ما يسيبش في النار ولا واحد في قلبه ذرة خير. واحد في يوم من الأيام قال سبحان الله، واحد في يوم من الأيام قال لا حول ولا قوة إلا بالله، واحد في يوم من الأيام قال لا إله إلا الله، واحد في يوم من الأيام صلى على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. دي الشفاعة الخامسة. الشفاعة السادسة شفاعة النبي في استفتاح باب الجنة بعد ما عدينا من الحساب والميزان وتطاير الصحف وأرض المحشر والجوع والعطش والعري، وعدينا من على الصراط وعدينا من على القنطرة ووصلنا لباب الجنة. تعبنا مشوار طويل قوي قوي وصعب جدا. مشوار الدنيا أصلا صعب ومشوار الآخرة صعب. خلاص الحمد لله اللهم لك الحمد. خلصنا من مشاكل الدنيا وهموم الدنيا ونكد الدنيا وتعب الدنيا، وخلصنا من فترة القبر الصعبة الطويلة، وخلصنا من فترة المحشر، وخلصنا من العرض والحساب وخلاص وصلنا لباب الجنة. الباب مش هيتفتح إلا للنبي محمد. ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة. وفي رواية الترمذي أنا أول من يأخذ بحلق أبواب الجنة، يخبط في الجنة كده باب الجنة، فيقول خازن الجنة مين اللي بيخبط؟ فيقول محمد بن عبد الله، فيقول خازن الجنة لك أمرت لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله. فيفتح باب الجنة، أبواب الجنة الثمانية، الله أكبر. فيدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين، وفي رواية فقراء المؤمنين اللي اتحرموا وتعذبوا في الدنيا وقاسوا وتعبوا. يوم القيامة ربنا يكبر خاطرهم ويدخلهم الجنة. في رواية يقول قبل الأغنياء ب40 سنة، وفي رواية تانية ب500 عام. وإن يوم يعني بنص يوم، وإن يوما عند ربك ك1000 سنة مما تعدون. يدخلوا الجنة ويتمتعوا 500 سنة قبل أغنياء المؤمنين اللي هيخش الجنة برضه. بس أغنياء المؤمنين مش هيتحاشوا عشان هم وحشين، لا، عشان يتحاسبوا على أموالهم. من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ منين جبت الفلوس ديت وأنفقتها في إيه؟ في الآخر هو يستحق دخول الجنة برحمة ربنا، خش الجنة. ومش معنى أن الفقير يخش الجنة قبل الغني أن الفقير يبقى مرتبته في الجنة أكتر من الغني، لا. ممكن يكون الغني بإنفاقه وإكرامه للفقراء واليتامى، ممكن يكون في أعلى درجات الجنة والفقير أقل منه، لكن الفقير دخل قبل منه. ربنا بيعوضه عن الحرمان اللي شافه في الدنيا والفقر والحرمان والتعب والمشقة اللي شافها في حياته. دي كانت الشفاعة السادسة. فاضل شفاعتين. الشفاعة السابعة شفاعة النبي عليه السلام في ناس يخشوا الجنة لا حساب ولا عذاب، لا يتحاسبوا ولا يتعذبوا. هم يطلعوا من القبر على أرض المحشر، فالمولى عز وجل يأمر النبي عليه السلام يقول له أدخل من لا حساب عليهم من باب الجنة الأيمن، وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. فيدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم بلا حساب ولا عذاب. ورد حديث في البخاري ومسلم أن النبي عليه السلام قال عرضت علي الأمم، في رواية الترمذي بسند صحيح أن العرض ده كان في ليلة الإسراء والمعراج. قال فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، والرهط أو الرهيط عدد من 3 ل 9. النبي بعث في أمة ما أمنش معاه إلا 3 أو 9. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، واحد نبي برضه جه بعث في أمة كاملة ما أمنش معاه إلا 1 أو 2. ورأيت النبي وليس معه أحد، محدش آمن معاه، الأمة كلها كفرت. إذ رفع عليه سواد عظيم، عدد كبير. فقيل فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وأمته، مش أمتك يا رسول الله. قال فقيل لي انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، عدد كبير. انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله. يوم واحد من الصحابة بقى عنده همة حلوة كده وجميلة وعالية زي حبايبي اللي قاعدين قدامي دلوقتي وبيسبحوا بحمد الله دلوقتي، فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله.
قال اللي هو مين؟ عكاشة بن محصن. قال أنت منهم، أنت واحد من اللي هيخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. أم واحد تاني من الصحابة غار غيرة محمودة جميلة يعني، قال له ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال له سبقك بها عكاشة. يوم النبي ما يكتفيش بال70,000، أصل لو على 70,000 خلاص خلصوا في الصحابة. يعني الصحابة يوم ما مات النبي عليه السلام كانوا 120,000، فكون ان 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يبقى دول اكيد في الصحابة. لا، النبي ما يكتفيش بكده حبا في امتي. يقول في روايتين في مسند الامام احمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم سألت ربي الشفاعة فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. الله، يبقى 70,000 في 70,000، ما اعرفش بقى، انا كنت ادبي ابن شايل، فانتوا بقى بتوع الحساب احسبوها بقى كده على الكالكوليتر كده، شوف 70,000 في 70,000 يطلعوا كام يعني. كل دول يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا، الحديث اللي جاي اجمل وافضل، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال فاستزدت ربي، طلبت منه المزيد، فأعطاني مع كل 1000، خد بالك، مع كل 1000، الأولاني قال إيه؟ مع كل واحد 70,000، لا ده مع كل 1000 70,000، خد بالك بقى، وثلاث حثيات من حثيات ربي، 3 قبضات من قبضات الرحمن. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كل دول يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. الشفاعة الأخيرة شفاعة النبي عليه السلام في أقوام دخلوا الجنة خلاص، بقوا في الجنة جوه الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم منهم، لكن يشفع لهم في رفع درجاتهم في الجنة. النبي يشفع لهم شفاعة مخصوصة علشان هم في درجة معينة في الجنة، يشفع لهم يخش الدرجة اللي بعدها، وما بين الدرجتين يوم القيامة مسيرة 100 عام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوا الحديث العجيب دوت، حديث رواه أحمد بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة. بيقول أنا خيرت، ربنا خيرني بين إن نص أمتي تخش الجنة وما اشفعش، وبين إني أشفع فاخترت الشفاعة. وده أكبر دليل على إن أكتر من نص أمة النبي عليه السلام هتكون في الجنة إن شاء الله. ولذلك النبي عليه السلام قال صراحة في حديث أيضا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. الأمم كم أمة يا جماعة؟ 70 أمة. أنتم تتمون يوم القيامة 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. والحديث أيضا في المسند بسند حسن. يبقى إحنا 70 أمة من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، إحنا آخر الأمم. 70 أمة إحنا خير الأمم. ال70 أمة دول يا جماعة سبحان الله، إحنا لوحدنا كأمة إحنا تلتين أهل الجنة وأمة واحدة، وبقيت التلت اللي فاضل في الجنة يتوزع على 69 أمة. يا ترى في شفاعات تانية غير ال8 شفاعات بتاعت النبي؟ يا ترى قبل ما أخش على الشفاعات التانية إحنا أصلا نستحق شفاعة النبي؟ حد سأل نفسه السؤال ده؟ أختي اللي لسه ما لبستش حجاب تستحق شفاعة النبي؟ لما تقف بين إيديه يوم القيامة على الحوض وتقول له أنا كنت متبرجة وعمري ما سمعت كلامك، تستاهل النبي يشفع لك؟ طب ما نلبس حجابنا عشان نستحق شفاعة النبي. اللي عمره ما سجد لله ولا سجدة تستاهل شفاعة النبي. اللي بيعق أمه وأبوه، اللي بياكل حرام، اللي بيظلم الناس، اللي بيأذي، اللي بيغتاب، اللي بينم، اللي بيكذب، اللي بيشهد شهادة زور، اللي بيظلم البشر، اللي ليل ونهار في سيرة البشر، يستحق شفاعة النبي عليه السلام. في كام شفاعة تانيين؟ في شفاعة الأنبياء برضو، كل نبي ليه شفاعة برضو. النبي ليه 8 شفاعات، وكل نبي ليه شفاعة، وكل ملك ليه شفاعة. تخيلوا حتى الملائكة يشفعوا، وكل مؤمن ليه شفاعة. عشان كده بقول قبل ما تخلص الحلقة دي بالله عليكم نتواعد من الآن وعد. النهاردة كام؟ النهاردة 28 ديسمبر، تمام كده؟ وشوف في الهجر بقى يبقى ايه، واخد بالك النهارده كام؟ 22 محرم تقريبا، 22 محرم تقريبا 22 محرم. اتوعدنا في الليلة دي يا جماعة، اتوعدنا الليلة دي ان شاء الله ان اللي ربنا يأذن له بالشفاعة يوم القيامة انه يشفع لكل اللي كان بيشوفوا الحلقة دي في الليلة ديت في قناة اقرأ. نشفع لبعض يوم القيامة سبحان الله. ففي شفاعة لكل مؤمن، وشفاعة لكل ملك، وشفاعة لكل نبي. ثم يقول الحق جل وعلا، دي المفاجأة الكبرى العظيمة بجد، يقول جل وعلا شفع الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين
سبحان الله، فيأخذ المولى عز وجل قبضة من النار ويخرجهم إلى نهر يسمى نهر الحياة، فيدخلون وقد امتحشوا يعني صاروا فحما، فيخرجون وكأنهم اللؤلؤ المنضود وشهم منور وفي رقابهم الخواتيم. فإذا دخلوا الجنة قال أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. هنعرف بعد الفاصل في أول دقيقتين بس قبل ما نستقبل اتصالاتكم شرط الشفاعة وكيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقول الكلام ده بعد الفاصل. صلى على حبيبك. بيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عجالة سريعة كده في دقيقتين هنقول آخر حاجة في العنصر بتاع الدرس الليلادي، ونتلقى اتصالاتكم ونسعد بإيميلاتكم وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. قلنا إيه شروط الشفاعة وكيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بعجالة سريعة جدا، شروط الشفاعة شرطين: إذن الله عز وجل للشافع والرضا عن المشفوع. بمعنى ببساطة شديدة إن ربنا يأذن للإنسان أن يشفع، لأن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لن يشفع إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. فإن أذن الله عز وجل لحبيبنا ولأي حد تاني بالشفاعة يشفع. الحاجة الثانية الرضا عن المشفوع، يعني بمعنى ما ينفعش ان النبي عليه السلام يشفع في ابي لهب او ابي جهل او ان سيدنا موسى عليه السلام يشفع في فرعون او ان واحد يشفع في كافر. خدت بالك؟ يبقى اذا اذن الله عز وجل للشافع ان هو يشفع، ورضا الله عز وجل عن المشفوع انه يأذن المولى عز وجل فلان انه يشفع. ويشفع في مين؟ مش في اي حد، يشفع في حد يكون ربنا راضي ان هو يفوز بشفاعة هذا الذي يشفع. الحاجة الثانية اللي هي كيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في عجالة سريعة كده 5 نقاط سريعة. أول حاجة إقامة التوحيد لله. إيه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: وإني اختبأت شفاعتي وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ولذلك سيدنا أبو هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. ده السبب الأولاني، إقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية أو السبب الثاني إن احنا ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يفوز بالوسيلة وهي درجته صلى الله عليه وسلم، لكنه من باب التواضع، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا سمعتم المؤذن، حديث رواه مسلم، قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة شفاعتي يوم القيامة. السبب الثالث ان انت تصلي على النبي 10 مرات الصبح و10 مرات بعد العصر. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن: من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. بأول حاجة إقامة التوحيد. تاني حاجة أن نسأل المولى عز وجل الوسيلة، تقول بعد الأذان مباشرة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. خدت بالك؟ لما تدعو النبي كده تدركك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تصلي على النبي 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل تدركك شفاعة النبي. السبب الرابع ان الانسان يموت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح: من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت بها فاني اشفع لمن يموت بها. صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة ودي يعتبر أول حاجة الاستعانة بالله، إن احنا نسأل ربنا إنه يرزقنا نعمة الشفاعة. دي كانت يعني بعض النقاط السريعة، وده كان درس الليلادي في ليلة في بيت النبي، كيف نفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعانا إيميلات. الأخت شيماء حسن بتقول: أنا وأختي كتب الله لنا التوبة على يدك، أنا التزمت على الصلاة وأختي التزمت بالحجاب والحمد لله، فأرجو أن تحدثنا عن توبة الغافل وجزاك الله خير وعن صلة الرحم. حاضر وأختي، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. أختي إيمان من هولندا بتقول: كل مرة أشاهد البرنامج أشعر بالسعادة وزيادة الإيمان، وعايز أشوف حلقات البرنامج على الإنترنت، موجودة إن شاء الله على موقع قناة اقرأ، وموجودة على الموقع الشخصي الموقع الرسمي الشيخ محمود المصري في إن شاء الله على الإنترنت. الأستاذ حمزة بدوي من مصر بيقول: فعلا برنامج أكثر من رائع، جزاك الله خيرا، ويا ريت لو تخصص حلقة بس تكون مترجمة لكل اللغات، لكذا لغة، تتكلم فيها عن حسرة وندم وتوبة العصين. حقيقة إقبال الناس عن الكلام عن التوبة، هنعمل لها حلقة برضو تانية عن التوبة. احنا كنا عملنا برضو حلقة عن التوبة، هنعمل حلقة تانية برضو عن التوبة إن شاء الله.
الأخت نعيمة حامد نصيحة اللي عايز، والله يعني ربنا يبارك فيها، بتقول نصيحة اللي عايز يصحى صلاة الفجر يخلي رنة تليفونه على صوت الشيخ محمود المصري، والله بصحى نشيطة من يوم ما خليتها رنة تليفوني. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، يعني أنا أخشى أن يعملوها رنة تليفون يتخضوا يعني، ربنا يبارك فيها. الأخ ما كتبش اسمه قال يا شيخنا يا ريت تبقى تعمل لنا حلقة عن النبي والصدقة والنبي والأصدقاء. حاضر إن شاء الله على عيني. حاجة عايز برضو قبل ما ننساها يا جماعة، يوم الجمعة بقى وما أدراك ما يوم الجمعة بقى، هيبقى الكريسماس. كريسماس بقى يعني مشكلة المشاكل بقى كريسماس، وكتير من المسلمين بينساقوا ورا الاحتفال بالكريسماس، ولدرجة أنا يمكن ما اعرفش حكيت لكم مرة كده حصل مرة معايا موقف كده عجيب. في سنة من السنين واحدة اتصل بي بالتليفون، انا بحسبها بتسأل سؤال في الدين، فقالت لي السلام عليكم يا شيخ محمود، قلت لها عليكم السلام، قالت لي هابي نيو يير، قلت لها والله خفت وطلعت من المستشفى الحمد لله رب العالمين. فطبعا يعني هابي نيو يير دي مش بدايتنا احنا بقى، فاحنا يعني احنا كل لحظة في حياتنا بتمر في طاعة ربنا فهي عبادة لله سبحانه وتعالى. واحد كان بيسألني بيقول لي طيب خلاص احنا بقى ليلة الكريسماس مش هنحتفل بيها لكن هنعمل فيها عبادة قيام ليل. اقول لك برضه لا. ليه؟ لان تعظيم الليلة بيكون اما بالمعصية واما بالطاعة، ولم يرد في كتاب ولا في سنة ان احنا نعظم ليلة الكريسماس. فلو كنت مداوم على قيام الليل صل قيام الليل في الليلة دي، لكن لا تفرد هذه الليلة بقيام ليل مخصوص لهذه الليلة. الحاجة الثانية نقطة مهمة جدا جدا، يوم الخميس، يعني يوم الخميس هيبقى ماتش الاهلي والزمالك، ويوم الجمعه يبقى الكريسماس. يوم الخميس ماتش الاهلي والزمالك. طب ايه علاقه الشيخ بموضوع الاهلي والزمالك ويعلق ليه على الموضوع ده؟ لا بعلق لسبب، لاني لقيت ان في ناس بتبني الولاء والبراء والمحبه والكره على ماتش كوره. فوجئت ببعض الشباب بيحكوا لي ان الناس على البار بتاع بعض القنوات الرياضيه الاهلاويه بيشتموا في الزملكاويه والزملكاويه بيشتموا في الاهلاويه، وفلان بيحب فلان عشان ده اهلاوي وفلان بيكره فلان عشان ده زملكاوي، والموضوع دخل فيه بقى ولاء وبراء من اجل ماتش كوره وهو في النهايه لعب كوره. فما ينفعش مسلم يكره مسلم، بل بالعكس ده بيحصل اكتر من كده كمان حبايبي. بيحصل ان ممكن واحد ربنا يعافينا ممكن يطلق زوجته عشان هي زملكاويه وهو اهلاوي، خد بالك. فاوعوا بالله عليكم يا جماعه، الكوره في النهايه هي كوره، يعني بتتفرج على ماتش ولا حاجه زي كده مش هنقول لك لا، لكن في النهايه اوعى تبني ولاء وبراء على ماتش كوره ولا على جون ولا على الكلام ده كله. ربنا يعافيكم ويبارك فيكم يا رب العالمين. الاستاذ الحاج مختار تال من موريتانيا، انه يحبك في الله احبك الذي احببتني فيه. الاستاذ محمد امين من المغرب، احببت ان ارسل هذه الرساله شكرا وتقديرا لفضيله الشيخ ابو عمار، والله يا شيخنا احبك في الله واتابع جميع حلقاتك، جزاكم الله خيرا. استاذ محمد امين. الاخت فتيحه من المغرب حقيقه بعت رساله مؤثره جدا والله، يعني بتقول رايت رؤيا تخصك وامانه علي ان اوصلها لك، رايت اني انظر الى السماء واذا بصوت من السماء يبلغني بشرى ساره جدا لك، سمعت مناديا ينادي في السماء ويقول لي امانه عليك ان تبلغ الشيخ محمود ان الله سبحانه وتعالى يبشره بالجنه، وانا في المنام جاءني اعتقاد أن هذا الصوت الذي سمعته هو صوت جبريل عليه السلام، وانتهت رؤيا على ذلك لها من بشرى. والله يا أختي أنا ما أستحق هذه الرؤيا، ربنا يبارك فيكي، ويا رب يا رب يجمعنا كلنا، مش أنا لوحدي بس، يا رب يجمعنا كلنا في الجنة ويجمعنا في الفردوس الأعلى مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الأخ محمد بيقول أنا أحبك في الله شيخ محمود المصري، وبفضلك تبت إلى الله وأنت من أحببتني في صلاة الفجر، جزاك الله خيرا، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك، وأنا بصدد قراءة كتابك رحلة إلى الدار الآخرة وقص كورك. رحلة الدار الآخرة طبعا يعني هو تحضير درس الذي كان من الكتاب دوت، ربنا يبارك فيكم جميعا. الأخت هندي من الجزائر بتقول يعلم الله يا شيخ محمود كم أقدرك وأحبك في الله، سؤالي هل صلاة الاستخارة تغير القدر؟ لا ما تغيرش القدر. الإنسان لما يصلي صلاة الاستخارة هو عبارة عن أنه بينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، يعني كأنه بيقول يا ربي أنا لا أملك ولا أعرف ولا أقدر، وأنت الذي تعلم وأنت الذي تقدر، فاقدر لي الخير يا رب العالمين. يعني احنا بنستخير ربنا سبحانه وتعالى في فعل هذا الشيء. الأخت بسمة من إيطاليا، أخي الكريم جزاك الله عنا خير الجزاء، أرجو منك دعاء لولدي بالهداية، ربنا يهديهولك ويهدي جميع أولاد المسلمين. الأخ عمر حفيظي من المغرب، باسم كل المغاربة والمسلمين أدعو الله أن يجزيك عنا خير الجزاء وأن يرزقك الفردوس الأعلى، نحبك في الله ونحن نحبكم في الله جميعا، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما. الأخت حنان معاذ، أخي وشيخي وداعيتي إلى الله محمود المصري، أدام الله في عزتكم وجعلكم ذخرا وملاذا، نسألكم الدعاء لنا بالمغفرة والعفو، ربنا يغفر لنا ولكم يا رب ويجمعنا وإياكم على الخير دائما اللهم آمين. الأخت سارة عطاف من الجزائر، أطلب منك فضيلة الشيخ أن تدعو لي بالنجاح في شهادة التعليم الأساسي، ربنا يا رب ينجحك وينجح كل طلبة المسلمين جميعا يا رب العالمين. الأخت سامية
من المغرب أبلغ من العمر 15 سنة، أنا وأمي من بين المشاهدين على متابعة أو مثابرين على متابعة برنامجكم المحترم، والله إننا نحبك في الله، بالله عليك أختي بشرى مصابة باكتئاب فأتمنى أن تدعو لها، أسأل الله عز وجل أن يفرج همها وهم كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت حنان اسمي جنان، بتقول اسمي جنان، عمري 19 سنة، وبفضل الله ثم فضلك ارتديت الحجاب منذ شهرين، وأشكر الله وأحبك في الله وأتمنى أن تدعو لي بالهداية، ربنا يثبتك ويجعلها في ميزان حسناتك يا رب العالمين ويثبتك على الإيمان. فهد الزهر من الدار البيضاء، جعل الله برنامجك في ميزان حسناتك، أسأل الله أن تدعو لوالدتي بالحج فهذه أمنيتها، ربنا يا رب يبارك فيها رب العالمين ويرزقها حج بيت الله الحرام. الأخت مريم من فلسطين، أود أن أسألك، نحن في فلسطين وخاصة معلش السؤال الكلام مش واضح فيه، طيب أم الخلفاء من السويد بتقول لو تكرمت شيخنا، والله يعني يعني ما شاء الله عنوان جميل وطيب، بتقول يا ريت تعمل حلقة بعنوان يلا نصلي خلف النبي. طب حلو أو جميل جدا، ايه رأيكم؟ ان شاء الله في اوائل لقاءاتنا اللي جايه ان شاء الله نعمل حلقة فعلا بعنوان يلا نصلي خلف النبي، يكون في ميزانات اختنا الفاضلة ام الخلفاء من السويد، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله. الاخت نعيمة حامد، لا خلاص احنا ذكرنا الايميلات ديت. الاخت منى من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم اخت منى. طب الاتصال قطع. عمالين بنكلم نفسنا وبنقول. طب ام احمد من مصر، السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه، ربنا يعزك يا رب. الله يخليك. انا عندي حوالي 53 سنه. ربنا يديك الصحه. بس ما بعرفش اقرا في الصلاه. نعم. يعني حاجات بسيطه كده، قران بسيط. نعم. والحمد لله، بس بسبح ممكن 10,000 في اليوم. ما شاء الله ما شاء الله. والحمد لله كان جوزي توفى سايب لي 3 اطفال وجوزتهم الحمد لله. الله يبارك لك والله ما شاء الله. يعني ينفع ولا ايه نظام؟ طبعا ينفع. في الجامع. ينفع جميل جدا. الظهر والعصر والمغرب. ربنا يتقبل يا رب العالمين، ربنا يبارك فيك يا ام احمد ويجازيك كل خير. دي حاجه جميله قوي، ده انت كده بترفع همه بقى المشاهدين اللي هم يقلدوك ان شاء الله. يعني احنا عايزين نقول حاجه، اللي مش حافظ قرآن كتير، يعني هو الصلاة تصح بالفاتحة، لكن بنقول دايما يا جماعة عايزين نركز على حاجة مهمة جدا، ان ما دام الصلاة بخشوع وبإخلاص لله سبحانه وتعالى ده يكفينا، مش لازم اكون حافظ كتير، بس طبعا يعني يفضل يكون حافظ، لكن لو مش حافظة ولو بالفاتحة تصح الصلاة بفضل الله وربنا يتقبل يا رب العالمين. مين معانا يا شريف؟ طيب لسه بنتكلم يا جماعة عن موضوع الشفاعة، وموضوع خطير جدا جدا، وكل واحد لازم يسأل نفسه. يعني دايما كان يعني لما بنيجي نتعامل حتى مع الآباء أو مع حتى الأصدقاء، تيجي تتعامل مع فلان يقول لك هو فلان ده مثلا يعني عمل لي إيه عشان إن أنا مثلا أقدم لي أي خدمة أو أي حاجة، فاهم إزاي؟ فمن باب أولى بقى لما تشوف اللي النبي عمله عشانك، قد ايه النبي فعلا تعب عشاننا، قد ايه النبي بذل كتير جدا، قد ايه النبي 23 سنة كلها بذل وتضحية وعطاء، شوف قد ايه النبي اتأذى، شوف قد ايه النبي اتطرد من مكة، شوف قد ايه اتدبرت مؤامرات ضده، شوف اتهم في عرضه، كل دوت والنبي عليه السلام كانت آخر بسمة ابتسمها في عمره لما شاف المسلمين واقفين بيصلوا خلف أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وكان مطمئن وفرحان وسعيد على اجتماع الأمة على هذه الفريضة الغالية اللي هي عماد الدين، اللي من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. كتير من الشباب النهارده الواحد بيحزن عشانهم عشان مش بيصلوا، وفي النهاية هو بيتمنى وبيشتهي ان شفاعة النبي والنبي ان شاء الله، ويا بخت اللي من كان النبي شفيعه، لكن مش أي حد النبي هيشفع له يا جماعة. يعني هل حضرتك متخيل ان ممكن انسان يكون بينكر سنة النبي، او هو اصلا مش مقتنع باللي النبي كان بيعمله، او هو مش عاجبه اصلا الحاجات اللي النبي كان بيعملها، والنبي ممكن يشفع له؟ حاجة كبيرة قوي 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 ان يكون النبي غالي عندك لدرجة ان انت بتتحرى ان انت تقلده في كل صغيرة وكبيرة. يعني سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن ابيه في يوم من الايام كان ماشي مع الصحابة في صحراء، خدوا بالكم في مكان بعيد قوي في سفر، فجه في مكان معين وراح قعد يضرب الدبة بتاعته ضرب خفيف كده لحد ما خلاها تدور حوالين نفسها 3 مرات،
وراح نازل برجله اليمين على صخرة وواقف جنب الصخرة دي وصلى ركعتين. الصحابة مستغربين هو بيعمل كده ليه؟ وبعد ما صلى قال أما إني قد علمت عجبكم، أنا عارف إن أنتوا بتتعجبوا أنا عملت كده ليه، ولكني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان فاستدارت دابته 3 مرات ونزل برجله اليمنى على تلك الصخرة وصلى ركعتين فأحببت أن أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا سلام على الاتباع العجيب. عمر بن الخطاب يقف قدام الحجر الأسود يقول له أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. مين معانا أستاذ عمر من إيطاليا؟ السلام عليكم. أستاذ أكرم من إيطاليا السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخ. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا عايز اسالك بس كده. اتفضل. انا بتشرف بيك ودايما بحب اسمع لك دايما يا رب، وربنا يجعلنا للهدى عليك ان شاء الله يا رب. الله يبارك فيك يا استاذ اكرم. انا بالي وبين مراتي مشاكل وكل اجازه كل منزل انا بقعد في مصر ضيف شهر ونص. نعم. وباجي الرزق هنا باكل عيش في ربنا يوسع عليك. تعرف الارزاق يا رب، ربنا يرزقنا جميعا. ربنا يوسع عليك. في كل اجازه لازم يحصل بيني وبينها زعل نعم. وتروح بيت ابوها، هي بنت عمي تعتبر والحيط في الحيط. نعم. كل اجازه لازم تمشي. نعم. يا بنت الناس حرام عليك. نعم. في حاجات تانية سر عودتها يطلع لامها. نعم. اقول لها كده غلط امها تروح تقول نعم. وتزعق كتير جابت لي عقده نفسيه وانا مش حابب كده لانها لحمي وبنت عمي. نعم. طب اقول لك حاجه يا استاذ اكرم، هو السؤال واضح ربنا يبارك فيك. انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ اكرم ولكل من كان يعني عنده نفس المشكله. واضح ان انت قاعد 11 شهر في ايطاليا وشهر واحد بتنزله مصر. طب هل هي ممكن من باب للطاق كده اول ما انت بتيجي من ايطاليا تقوم هي يعني رايحه لاهلها؟ اكيد في حاجه مزعلها منك او اكيد في حاجه مزعلاك انت منها. طب ما في لحظه صفاء كده حتى اقعد اسال اهلها طب ايه اللي مزعلها منك او ايه اللي هي يعني ايه اللي حاصل. فانت ممكن تعرف ان في حاجه وممكن تكون يعني حضرتك يعني لولا ان انت فيك خير ما كنتش سالت. يعني واضح ان حضرتك انسان فاضل. اسالها برضو ايه اللي مزعلك. ربما احيانا يا جماعه بتحصل حاجات بين الزوجين وما بيكونش الزوج يقصدها اصلا او حاجه تحصل من الزوجه وهي فعلا ما تقصدهاش. فلما الزوج يسال ويعرف ونعالج الموضوع. اسالهم ايه اللي بيضايقها. هتقول والله بيضايقني ان لما بيجي مثلا من السفر مثلا بيتعامل بطريقه معينه او بيتكلم بطريقه او كذا او كذا. طب خلاص يبقى انا هبطل الموضوع ده واتكلم بطريقه احسن او اتعامل بطريقه احسن. في الحالة دي بنعالجها. ما دام هو شهر واحد تتحملها وهي تتحملك وانت كده كده قاعد 11 شهر في ايطاليا. ربنا يبارك فيكم ويملى بيتكم بالخير والموده والطاعه والحب يا رب العالمين. ام اسماء السلام عليكم. ام سما السلام عليكم. عليكم سيف محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك ويعزك يا رب. انا عندي بنتي عندها 4 ايام دلوقتي ونفسي حضرتك تسميها لي. ما شاء الله ما شاء الله. انا عندي سما والثانيه مش عارفه اسميها ايه. والله هقول لحضرتك حاجه. طبعا انا انا يعني عن نفسي يعني في اسماء معينه بحبها جدا زي اسم يعني اسم خديجه. انا بحب قوي اسم امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها. وممكن تسميها مثلا لو حبيت يعني انا عموما بس يعني ولا اقول لك لحسن زوجتي تزعل بس مش مشكله يلا يعني سميها رودينا. انا بنتي اخر بنت اللي اسمها رودينا. وممكن تسميها سهيله وممكن تسميها اسماء. يعني في اسماء كده حلوه يعني ربنا يتقبل وكل اسماء جميله. عائشه يعني خلاص انا هسميها رودينا يا شيخ احمد. هتسميها رودينا؟ طب خلاص يبقى ان شاء الله السنه هتبقى زي بنت اسم حضرتك بس يا رب تطلع زيها. ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا ام سما ربنا يحفظك. ايوه الاخت مينا السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مينا من هولندا. يا اهلا وسهلا. الشيخ محمود بارك الله فيك. الله يبارك فيك. نورت الشاشه. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. انا عايزه دعاء الاسبوع الماضي. حاضر عينيا والله. يا حاضر سادعو لك ان شاء الله عينيا حاضر. وانا عايزه باش اسجله ان شاء الله. عايزه ايه معلش مش سامع.
طالب منك الدعاء، ادعي معايا الله تعالى يفرج عليا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنك وعن كل مسلم ومسلمه يا رب امين يا العالمين. رب العالمين، ربنا يخليك ويشفيك حتى انت ان شاء الله. الله يبارك فيك يا اختي مينا، ربنا يعزك ويسترك يا رب. بارك الله فيك، الله يعزك، ربنا حتى يخليك اولادك ان شاء الله. الله يخليك ويعزك ويسترك يا رب العالمين ويبارك فيكم جميعا. حاضر عينيا، حاضر عينيا، ربنا يبارك فيك يا اختي مينا، ربنا يعزك. والله انا يعني ببقى سعيد جدا من اي مسلم او مسلمه بيتصلوا من الغربه، سواء من هولندا، من فرنسا، من ايطاليا. ببقى سعيد جدا جدا ان المسلمين بيبقوا متابعيننا في البلاد ديت، لان هم بيحسوا بغربه جديده. فلما بنذكرهم بالله ولما نقول لهم اصبروا، وربنا يا رب يوسع عليهم جميعا يا رب، ويكرمهم ويحفظ كل المسلمين في غربتهم، ويجبر بخاطرهم ويألف بين قلوبهم ويرجعهم لأولادهم ولأهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. قولوا أمين. إنه الواحد والله بيبقى سعيد جدا جدا بإن هو يكون في غربة أو هي تكون في غربة ومهتمين بدينهم. يعني بتوصلني رسائل والله بتسلك صدري ان اسر كامله من المغتربين، سواء في ايطاليا، في النمسا، في هولندا، في امريكا، في انجلترا، في كل مكان في العالم، اسر كامله بيقولوا بنخلي سهرتنا مع بعض في يوم الثلاث في ليله في بيت النبي، كل مره ببيت واحد من المغتربين الموجودين في المكان ده. حاجه والله العظيم بتسعد القلب. يعني مثلا في فرنسا المكان الفلاني يقولوا سهرتنا مع بعض يوم الثلاث، نقعد مع بعض كأسرة كاملة كأهل حي في عند فلان الفلاني نتفرج عليه لفاية بيت النبي، الأسبوع اللي بعده عند فلان، وهكذا. حاجة تفرح القلب. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم جميعا ويجعل اجتماعكم يا رب سبب في ان انتوا تكونوا في صحبة النبي في الجنة ان شاء الله. أستاذ عصام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. والله إني أحبك في الله يا محمود. أحبك الذي أحببتني فيه. والله ربنا العظيم يعني بحبك حب يعني بطريقة فظيعة. الله يسترك يا أخي ويبارك فيك. دلوقتي أنا بأخر صلاة الشفع والوتر. أيوه. يعني قبل الفجر بساعة كده، وبقوم أصلي قيام الليل. جميل. وبعد كده أصلي شفع والوتر. جميل. وبعد كده استنى بقى الفجر واصلي الفجر وبعد كده بنام. ما شاء الله. في مشكلة يا شيخ محمود؟ لا ما فيش مشكلة، ده انت كده عملت اللي الكتاب بيقول عليه يعني والله يعني انا انت والشيخ محمد حسان ربنا يكرمك يا رب. ربنا يستر. والشيخ محمد سامي يعقوب، انا لما بشوفكم على الشاشة انا بستحي اقفل التلفزيون وانام. الله يبارك فيك. ربنا والله العظيم. الله يبارك. ربنا يحفظك ويسترك ويبارك فيك يا رب العالمين ويجمعنا وياك على الخير يا استاذ عصام. الله يبارك. استاذ محمد من ايطاليا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ربنا يحفظك في غربتك ويبارك فيك. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يخليك يا استاذ محمد. الله يخليك. احنا فرحانين ان احنا بنشوفك دايما يا حاج محمود. وانا اسعد بيك والله. ولسه بقول دلوقتي انا سعيد جدا باخواننا وحبايبنا المسلمين اللي موجودين في بلاد الغربه. بقول والله سعيد جدا يعني بمشاركتهم لنا في البرنامج، وربنا يجمعنا وياكم على الخير يا رب. امين. انا محتاج دعوتك يا شيخ. والله احنا قاعدين فتره اهوت ومستنين 5 سنين في الغربه. نعم. الحمد لله يمكن ما عطناش ربنا. نعم. لان هنا الفتن كتيره. انا عارف والله. ربنا يحفظك. محتاجين من حضرتك نصايح. نعم. يعني احنا مرتبطين بإقامة على أساس إن احنا ننزل ونتجوز. نعم. ولولا سوء الأحوال في مصر لكنا نزلنا من زمان يعني. ربنا يبارك فيك. وانا هقول لك عن حاجة يا أستاذ محمد، نصايحي والله وإن شاء الله يعني عايز أعمل لكم حلقة مخصوصة لإخواننا المسلمين اللي عايشين في بلاد الغربة. بجد محتاج حلقة كده فعلا نتعايش فيها ونستقبل تليفونات بقى من كل الدول الغربية بالذات إيطاليا، فرنسا، الحتت ديت. عايز أقول لكم يا ريت امسكوا في إيدين بعض، خليكم مع بعض واعتصموا بحبل الله جميعا. إنما ينال الذئب من الغنم القاسية. اوعى حد فيكم يبعد لوحده وإلا هيقع فريسة للفتن البشعة اللي موجودة في بلاد الغرب. يا ريت بجد اتمسكوا كده مع بعض وتكاتفوا، النساء مع النساء ورجال مع رجال، كلكم مع بعض كده تكونوا عونا لبعض على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. أستاذ أحمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. ازيك يا أخي الفاضل؟ الله يعزك ويسترك. حقيقي فعلا انا بحبك في الله محبه ربنا وحده اللي يعلمها. الله يبارك فيك. ومن حب فيك سميت اسم ابني محمود على اسم حضرتك. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك يا شيخ انا يعني كان جات لي مشكله قبل كده. نعم. وتركت الصلاه بصراحه. انا حاجه بيت ربنا الحمد لله. ربنا يتقبل. وربنا موسعها عليا وبيديني ومديني زوجه صالحه واولاد صالحين. ما شاء الله. فكنت نويت نيه كده لله ان انا من اول السنه ان انا ان شاء الله ابدا الصلاه وارجع تاني للصيام يعني ان انا احاول ان انا اتغير.
فهل النية ديت اللي هي المسبقة خطأ فعلا ولا إيه؟ انا عايز اقول لك حاجه بس يا استاذ احمد، ربنا يبارك فيك. هي بس المشكله في ايه؟ انت حضرتك ربنا يا رب يبارك في عمرك ويحفظك، وانا سعيد جدا بسماع صوتك. ان انت بتقول انا نويت من اول السنه هبتدي اصلي بقى وارجع للصلاه والصيام. اخويا احمد وحبيبي، انا اخشى ان الانسان ما يضمنش انه يعيش لاول السنه. احنا ما نضمنش، يعني انا ما اضمن، انا عن نفسي فاضل في الحلقه فاضل حوالي مثلا 7-8 دقايق والله ما اضمن اكملهم. فانا عايز اقول لك يا استاذ احمد بالله عليك، ما دمت بتحبني ومسمي لك على اسمي فربنا يبارك لك فيه ويحفظه لك، بالله عليك الحق عشان خاطر رب، يعني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. بالله عليك تصلي ليلاتي بعد ما تخلص الحلقه دي مباشره، قوم بالله عليك صلي حتى المغرب والعشاء، ووعدني ان شاء الله ان انت تصلي الفجر حاضر النهارده في المسجد، لعل وعسى يمكن تموت على تلك الصلاة فتحشر يوم القيامة ساجدا لله سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا وإياك على خير. ما تضمنش أخويا أحمد إن أنت تعيش لحد يوم 1 يناير، فنلحق نصلي من النهاردة وربنا يكرمنا ونجدد البيعة، وإن شاء الله عفى الله عما سلف إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أرجو الله وأسأل الله أن يغفر لك ويغفر لكل مقصر جالس قدامي الآن، ويغفر لنا وكلنا مقصرين. ربنا يغفر لنا جميعا يا رب العالمين ويعفو عنا. بس بالله عليك يا استاذ احمد، مش حضرتك وبس، واي واحد لسه ما بيصليش، بالله عليكم الليله دي يا جماعه لعل وعسى تكون خاتمه السعاده. الواحد من دول يبقى عايش حياته كلها في معصيه، واول ما يخلص النيه لله ويقوم يسجد يموت هو ساجد، يلقى الله يوم القيامه ساجدا. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. شاهد في الموضوع يا حبايب قلبي ان احنا لما بنتكلم عن الشفاعه اوعى ننسى اللي النبي قدمه لنا واللي لسه هيقدمه لنا يوم القيامه، ونقول يا ترى واقعد اسال نفسك واسالي نفسك انا عملت ايه عشان استحق الشفاعه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين ان احنا نشوف ونراجع مره ثانيه الاسباب كيف نفوز بشفاعه النبي عليه السلام. اقامه التوحيد، ان احنا نسال ربنا الوسيله للنبي عليه السلام، نصلي على النبي 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل، ان احنا نسال المولى عز وجل نستعين بالله انه يرزقنا شفاعه النبي. اخر حاجه ان احنا لو ربنا قدر لنا ان احنا نموت في مدينه النبي عليه السلام فبها ونعمه عين عشان نفوز بشفاعه الحبيب صلى الله عليه وسلم. ايوه يا استاذ شريف. بنعدى من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك، الله يحفظك، الله يسترك ان شاء الله. امين يا رب العالمين. اني مسرور جدا بك اتكلم معك في الهاتف. ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي يا رب العالمين. اريد ان تدعي لي بالشفاء، مسكين يبتلي بمرض، ادعي لي بالشفاء ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان شاء الله الرحمن الرحيم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. يعني اي سؤال عند حضرتك استاذ الفاضل ربنا يبارك فيك. طيب الاتصال منقطع. فعايزين الاخت رجاء من المغرب. السلام عليكم. عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا بحبك في الله وجزاك الله خيرا على كل كلمه وعلى كل حرف تعمل عليه. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويسترك يا رب العالمين. انت والاخوان اللي اتفضلي يا اخت رجاء سامع حضرتك. هذه أول مرة بتصل بالبرنامج وعندي أسئلة كثيرة، ولكن فيما بعد أنا اتصلت خصيصا لأقول لك جزاك الله خيرا. الله يبارك فيكي. وإن طريقتك في التبليغ فعلا تؤثر فيه وتبكيني حتى أنا وأمي. الله يبارك فيك ويحفظك. وأنت سبب في كثير من الأشياء صرت أطبقها في حياتي، من صلاة الفجر والذكر وقوة الإيمان. والله العظيم بدعي معك في كل وقت وجزاك الله كل خير. آمين يا رب العالمين. ادعي لنا يا أخت رجاء، ادعي لنا ربنا يبارك فيكم، ادعي لنا بالله عليك، ادعي لنا ربنا يثبتنا ويعيننا على الدعوه ويصرف عنا السوء يا رب في الدنيا وفي الاخره. والله محتاجين دعواتكم، والله محتاجين دعواتكم ان انتوا تدعوا لنا ان ربنا يقوينا ان احنا نقدر نستمر في الدعوه، وان احنا ربنا يدينا الصحه ان احنا نقدر نقدم لكم اكتر واكتر، وان ربنا يصرف عنا شياطين الانس اللي يعني ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. عايز اقول بس يا شيخ انك تدعي لي عشان الحجاب. حاضر والله، حاضر والله، انا بكتب اسماءكم والله، واللي طالب دعوه على عيني وعلى راسه والله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. ويعني انا عايز اقول بس قبل ما نخلص عايز اقول واجب بس يا جماعه، بالله عليكم ما ننساش صيام الاثنين والخميس. وزي ما بيقول بقى عبد الله بن مسعود: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقاموه وقصر نهاره فصاموه. النهار قصير قوي فتقدر تصوم، والليل طويل جدا تقدر تنام 5 ساعات وتقوم تلاقي في 5 ساعات كمان موجودين تقدر تصلي براحتك وتعمل اللي انت عايزه.
الحاجة التانية الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة التالتة حاجة مهمة قوي قوي، حاجة عملية كده، داخلين على اجازة نص السنة، بالله عليكم عايزين كل واحد فينا على قد ما يقدر يجيب هدية وياخد ولاده ويروح يزور دار ايتام ويكرم يتيم ويمسح على راسه عشان ربنا يكرمه ويكون مع النبي في الجنة. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. الوقت معاكم بيجري بسرعة وربنا يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت